بسم الله الرحمن الرحيم. المشروع الاستثماري. ايه هو المشروع الاستثماري؟ هو استثمار اموال معينة بغرض انشاء او توسيع او تطوير بعض المنشآت عشان ننتج او نوسع انتاج السلع والخدمات. علشان ايه؟ بهدف تحقيق الربح او الربح واهداف اخرى الى جانب الربح خلال فترة زمنية معينة. يعني احنا لما نطبق ده على الرياضة يبقى المشروع الاستثماري ايه؟ انت بتضخ اموال في نادي معين، واخد بالك، علشان النادي ده ما عندوش ملعب تقوم تعمل له ملعب، علشان النادي ده محتاج منشآت تقوم تعمل المنشآت، او عنده منشآت وعايز توسع المنشآت، او عنده ملعب وعايز ملعب اضافي للتدريب، او عنده ملاعب وعنده مش عارف ايه بس عايز ينشئ جيم، او عايز ينشئ جيمنازيوم، او عايز ينشئ حمام سباحة، او عايز ينشئ اي حاجة، او المنشآت دي كلها موجودة ومحتاجة ادوات عشان تشغلها. تمام. تقوم انت الكلام ده كله ايه؟ يخلي المستوى يعلى عند اللعيبة اللي بتشتغل، تقوم انت تحقق بطولات ومن هنا انت بتكسب اكتر. وابسط مثال النادي الاهلي. النادي الاهلي بيضخ فلوس. بيضخ فلوس ليه؟ عشان يجيب احسن لعيبة. النادي الاهلي بنى استاد مصر الجديدة او مدينة نصر، وبنى استاد الشيخ زايد، وعنده استاد الجزيرة. ليه؟ عشان يبقى عنده ملاعبه. عنده ملاعبه يبقى يجيب اعضاء جديدة، الاعضاء الجديدة هتدخل له فلوس، الفلوس تخليها ربح، تيجي الدورة المالية تبقى اكبر. تمام. بيجيب احسن لعيبة في مصر، ومع احسن لعيبة في مصر يعمل ايه؟ يكسب البطولات المصرية، الدوري العام والكاس. تيجي بطولة عربية يكسبها وياخد فلوس أكتر، تيجي بطولة أفريقية يكسبها وياخد فلوس أكتر، يطلع كأس العالم يكسب فلوس أكتر وأكتر. كل ده مشروع استثماري. المشروع الاستثماري هو أصغر وحدة اقتصادية. أنت بتخططها، بتحللها، بتنفذها، بتنشطها بصفة مستقلة عن باقي الوحدات، وبالتالي نقص جزء من أجزاء المشروع بيخلي المشروع يتوقف عن العمل. نطبق ده برضو على حاجة رياضية. صلى على رسول الله. لو انت دلوقتي بتتكلم على فريق زي فريق النادي الاهلي او فريق نادي الزمالك، وهو ده المشروع الاستثماري. الفرقة بتتكون من ايه؟ من 11 لعيبة اساسيين زائد 7 احتياطيين، يبقى دول ال 18 لعيبة اللي بتأيدهم في السكور شيت. تمام. ده وحدة اللاعبين. عندك مدرب او جهاز فني هو اللي بيقود، عندك جهاز اداري، عندك جهاز طبي. تمام. عندك اتوبيس. الاهلي رايح يقابل المنصورة في المنصورة، غابت اي حاجة من المفردات دي اللي يجب تكون تامة عشان اروح المباراة. يعني على سبيل المثال الجهاز الاداري مش موجود، يبقى انت هتقف. طب الجهاز الفني مش موجود، يبقى انت هتقف وهتخسر لو انت لعبت المباراة. الاتوبيس مش موجود، يبقى انت مش هتروح من اصله، وهتطلع لسه تأجر وتشوف اتوبيس. يبقى المشروع الاستثماري هو اصغر وحدة اقتصادية يمكن تخطيطها وتحليلها وتنفيذها وتنشيطها بصفة مستقلة عن باقي الوحدات، وبالتالي نقص جزء من اجزاء المشروع بيؤدي الى توقفه عن العمل. عندي ملعب كرة قدم، ملعب كرة القدم النجيلة باظت، خلاص هو باظ، يعني نقص عنصر من عناصر باظ. ملعب كرة القدم اتملى فحر وبقى عامل زي الغيط، باظ. ملعب كرة القدم ملوش صيانة، باظ. يبقى أي حاجة من مواصفات ملعب كرة القدم اللي يجب تكون متوفرة، أو من شروط الملعب الجيد لكرة القدم اللي هي يجب تكون متوفرة وتغيب، يبقى الملعب مش هتلعب عليه.
ما تقوليش احنا بنلعب في زرابي، انا ماليش دعوه بالكلام ده، انا بتكلم في العلم. المشروع الاستثماري عايز ملعب بالشروط الآتية: 1 2 3 5. غابت واحدة من الخمسة دول الملعب هيقف، محدش هيجيلك، محدش عنده استعداد ان اللعيبة تصاب، هيدفع فلوسه في ايه؟ محدش عايز يتغلب بسبب الملعب، وزي احنا بنعاني في افريقيا من الحاجات دي مثلا. تمام؟ فالمشروع الاستثماري اصغر وحدة اقتصادية ممكن تخطيطها، تحليلها، تنفيذها، تنشيطها بصفة مستقلة عن باقي الوحدات، وبالتالي نقص جزء من أجزاء المشروع بيؤدي إنه يتوقف عن العمل. تمام؟ دي أنت تبقى عارفها. المشروع الاستثماري ده هو مجموعة من الأنشطة المرتبطة والمتداخلة في نفس الوقت، بتتضمن إيه؟ استخدام العديد من الموارد المتاحة عشان تحقق التطور الاقتصادي والاجتماعي. برضه زي إيه؟ زي اللي أنا هرجع له تاني، فريق النادي لكرة القدم. فريق النادي لكرة القدم في الثلاث موارد الاقتصادية: المورد المادي، المورد المالي، المورد البشري. المورد المادي اللي هو ايه؟ اللي هو النادي بمنشآته وبحاجاته الثابتة، بأصوله الثابتة. صح؟ يبقى ده بالأصول المادية بتاعته. الأصول المالية بتاعته اللي هي ايه؟ اللي هي الفلوس اللي موجودة اللي بتشغل الموضوع كله على بعضه وبتصرف على الفريق. الأصول البشرية اللي هي اللعيبة، الأصول البشرية اللي هي المدربين، الأصول البشرية اللي هي الإداريين، الأصول البشرية اللي هي الجهاز الطبي، كل ده. تمام؟ يبقى المشروع الاستثماري مجموعة من الأنشطة المرتبطة والمتداخلة في نفس الوقت. طب إيه هي خصائص المشروع الاستثماري؟ المشروع الاستثماري له غرض واحد محدد من حيث التكاليف والمدة الزمنية ومتطلبات وجودة الأداء. يعني المشروع الاستثماري له غرض واحد اللي هو النجاح في تحقيق الربح سواء مادي او معنوي. محدد التكاليف، لازم تبقى انت عارف ان انت داخل دفع قد كده. ما تقولش ان انا هدفع 100 مليون وتيجي تبص تلاقي وصلت ل 150 مليون، يبقى في خلل في التخطيط. البرنامج الزمني بتقول ان الحاجة دي هتحتاج سنة، ما تحتاجش سنتين، يبقى ده خلل او ده فشل. جودة الاداء، انا بقول لك سلمني بجودة قد كده، ما تجيش تنزل بمستوى الجودة او بتاعة الاداء الى 50% من 100%. تمام؟ المشروع الاستثماري من ضمن الخصائص بتاعته تعقيد التكنولوجيا. ليه؟ لان انت النهاردة على سبيل المثال حاليا انت بتحتاج لكافة انواع التكنولوجيا المتقدمة في التدريب بتاع كرة القدم، في شفاء اللاعبين للجهاز الطبي، في فانت النهارده محتاج التكنولوجيا على قدم وساق اب تو ديت في شغلك، والا انت هتبقى متخلف في شغلك. ولذلك عندنا مثلا على سبيل المثال كتير من اللعيبه اللي بتتعور بتطلع فين دلوقتي؟ لا مش اوروبا، بتطلع قطر بكل اسف. بس قطر مجهزه الجيمات والطب الرياضي على اعلى مستوى في العالم، فبكل اسف لعيبه مصر بتروح قطر عشان تتعالج. ومش من النهارده، ده احنا بقالنا سنين دلوقتي، داخلين في حوالي 10 سنين. اسهل، اقرب، قاعد في وسط العرب فهو بيروح. احنا ما ارتكزناش او ما بصيناش على الموضوع ده، لا. طب انت في ناس عندها الرؤيه، في عندها الرؤيه، بس ما فيش حد عنده الاراده ان الكلام ده يحصل. ولسه القانون طالع وربنا يجعله فتحة خير يعني. من خصائص المشروع الاستثماري ان المشروع بيعتبر كل مشروع منفرد. من حيث ايه؟ انه بيتطلب اشياء بتختلف عن اللي اتعودنا عليه قبل كده، لان المشروع نشاط زماني واحد لا يمكن اعادته مرة اخرى. زي ايه؟ زي الدوري العام.
الدوري العام السنة دي ماليش دعوة بالدوري العام السنة اللي فاتت. تمام؟ انت ما تشوف المباراة، ان شفتها شفتها، طب وان المباراة خلصت وانت ما شفتهاش راحت عليك. صح كده ولا غلط؟ المشروع الاستثماري مشروع معرض للأخطار المحيطة بالبيئة، ولذلك فالمؤسسة بتخاطر بأشياء كتيرة عند القيام بالمشروع. زي ما حد النهاردة يجي وتقول له تعالى استثمر في مصر. وزيرة الاستثمار طلعت لفة في جنوب شرق آسيا قريب من شهر كده أو حاجة، وقعدت تكلم المستثمرين وعن مصر ومناخ مصر و فالمستثمرين طلبوا كوبي أو نسخة من قانون الاستثمار. دي بديهيات. فالست ردت قالت ايه؟ قالت ده احنا بصدد مراجعة قانون الاستثمار عشان احنا ايه نصدره. قالوا لها السلام عليكم، وتقريبا ما حدش سلم عليها لغايه لما جت هنا ماشي. يعني هي رجعت تقريبا من جنوب شرق اسيا ماشي. ده اقل حاجه المفروض تحصل. لان انت مش عارف، انا عايز اعرف استثمر على اي اساس، ايه المسموح ليا بيه، ايه اللي مش مسموح ليا بيه، ايه اللي يعرضني، ايه اللي يزود ربحي، ايه. كل ده لازم ان انا اكون عارفه. كل ده خطر جاي من البيئة المحيطة بالاستثمار، او البيئة الاستثمارية، او البيئة اللي هيتم فيها الاستثمار. تمام؟ هتيجي تقول له تعالى استثمر في سين، هيقول لك لا يا عم بتوع داش بيضربوني اموت مثلا. فهيصير لك النقطة دي اللي هي الامنية دي. من خصائص المشروع انه نشاط مؤقت، لازم يكون معروف له مدة زمنية معينة لإنجاز هدف معين ضمن إطار زمني مبرمج. الإطار الزمني المبرمج ده بنفككه بمجرد تحقيق الهدف، أو بنشتغل على هدف جديد. زي الشركات عموما، أنا السنة دي بنقول والله التارجت أو هدف المبيعات إن أنت تبيع لي 100 كرتون. السنة الجاية خليها 100 كرتون؟ لا، جايز بسبب إن في كساد أقول لا مش هنجيب ال 100 كرتون، نخليها 80 كرتون. طب بسبب الرواج او لا ده احنا لازم استغل السوق واجيب ال 120 كرتون او ال 150 كرتون. في الكوره او في الرياضه السنه دي احنا شغالين على دوري عام مواصفاته 1 2 3 4، حقق لنا قد كده. السنه الجايه انا بخطط بقول ان مثلا البث التلفزيوني كان بيجيب لنا 200 مليون، لا احنا عايزينه يجيب 300 مليون، عايزينه يجيب 250 مليون، عايزين يجيبوا 500 مليون. هدف جديد. من خصائص المشروع الاقتصادي انه بيمر المشروع بعدة مراحل بيسموها ايه؟ دورة حياة المشروع، اللي هي بروجكت لايف سايكل. دورة حياة المشروع. دورة حياة المشروع زي دورة حياة الكائن الحي، زي دورة حياة البني ادم، في دورة حياة. بداية المشروع، نمو المشروع، نضج المشروع، انتهاء المشروع على الاقل يعني. بيفضل الهيكل التنظيمي للمشروع بينمو، النفقات بتزيد لغاية لما تصل إلى الذروة. لما يطلع خالص 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 ما كنتش أقدر إن أنا أضخ فلوس، لأن أنا مهما ضخيت فلوس بعد كده مش هتجيب لي مردود. يبقى اللي أنا أضخه إيه؟ غلط أو خسارة أو ما أقف. يبقى دي الذروة. ليه؟ لأن بعد إيه؟ بعد الاكتمال إيه؟ النقصان. بعد الصعود الهبوط، بس يا ريت ما يبقاش هبوط مرة واحدة، يبقى هبوط تدريجي، ديكلاين، وبيتراجع لغايه لما تيجي نهايته. صح كده ولا غلط؟ انا النهارده مقاول، خدت مناقصه باني ابني 100 عماره في 6 اكتوبر، او في العاشر من رمضان، او في التجمع الخامس، او في دمياط الجديده، او في جمصه، او في راس البر. المشروع بيبدا بكام؟ ب 100 عماره. السنه الاولى انا واخده في 5 سنين، يبقى كل سنه المفروض ابني ايه؟ 20 عماره حد ادنى. الراجل المقاول الراجل القراري بيقول لك لا الظروف حلوه وما تضمنش ان هي تفضل حلوه. اقوم اعمل ايه؟ قال لك لا انا هاجي في السنه الاولى وهبني 40 عماره، هعمل حساب ان انا ابني 40 عماره،
وافضل كل سنة ابقى عامل حسابي ان انا اخلص 20 عمارة 20 عمارة 20 عمارة، بحيث ان انا ابقى عامل حسابي على اي احتياطي او اي مفاجأة او اي خلل يحصل. طيب السنة الاولى بنى ال40، السنة اللي بعدها بنى 30، السنة اللي بعدها بنى 20، 40 و30 70، واللي بعدها 20، يبقى اللي بعدها يعمل ايه؟ 10. يبقى وصل لنهاية المشروع ولا ما وصلش؟ وصل. هيلم حاجته، هيفكك معداته، هيتوكل على الله عشان ربنا يرزقه في حتة تانية. تمام كده؟ يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي عن المشاريع. ممكن يجي يقول لك بقى ايه انواع المشاريع الاستثماريه والكلام ده. انا قلت لك ان الانواع كتيره جدا، وعلى حسب ما بتقسم وعلى حسب الكلام ده. انا ما بحبش ادخل عشان ما نزودش الكلام على الفاضي. اللي عايز يقرا وعايز يطلع يعرف اكتر من كده. تمام؟ انا اي مشروع استثماري له اهداف. اهداف المشاريع الاستثماريه ايه؟ ابعاد المشاريع. كل مشروع له هدف بثلاث ابعاد. كل مشروع له هدف ثلاثي الابعاد. كل مشروع عايزين منه ايه؟ ان احنا ننجز العمل على حسب الميزانية، ان احنا ننجز العمل على حسب البرنامج الزمني، احنا ننجز العمل على حسب متطلبات الانجاز. نقول الكلام ده في دقيقة. المشروع له هدف ثلاثي الابعاد، انجاز العمل على حسب الميزانية. انا راصد ان انا هعمل العمل الفلاني بميزانية 100 مليون، ما تزيدش يبقى انا نجحت، تقل يبقى انا نجحت اكتر، كل ما قلت يبقى انا نجحت اكتر واكتر. يعني انا لو انجزت العمل ده ب 100 مليون يبقى على حسب ما انا قايل. طب ب 80 مليون يا ولد، ب 70 ده انت برافو. البرنامج الزمني انا قايل ان انا هنجز الموضوع ده في زمنه سنة. طب لو انجزته في 11 شهر ممتاز، في 10 شهور وهو كذلك. تمام؟ متطلبات الانجاز انا هنجز المشروع ده بالمواصفات الاتية 1 2 3 4. انجزته بالمواصفات الاتية يبقى انا الله ينور عليك. تمام؟ لان الميزانية هي التكاليف المسموح بها للمشروع او التكاليف المستهدفة للعمل المراد انجازه. واخد بالك؟ المتطلبات زي ما قلت لك اللي هي المواصفات او المعايير اللي انت هتخلص بها. اهداف المشروع، اهداف المشروع الربح ثم الربح ثم الربح. ربح مادي او ربح معنوي. المشروع الخاص بيهدف لتعظيم الربح اضافة لتعظيم حجم المبيعات. ليه؟ عشان يحقق سمعة اصلية في الاسواق المختلفة ويبقى له اسم. تأمين استمرار نشاط المشروع، حمايته من خطر التوقف عن الانتاج، الاحتفاظ بدرجة سيولة مناسبة. ده المشروع الخاص بيبقى عامل كده. المشروع العام ما بيهتمش بالربح التجاري المباشر بالقدر المتوقع. ليه؟ رغم أهمية هذا الهدف، بقدر اهتمامه بأهداف تنموية واجتماعية زي توفير السلع والخدمات. رغيف العيش، أنا أهم شيء إن أنا أوفر رغيف العيش أبو 5 ساغ للمواطن اللي معاه البطاقة، واخد بالك، بمواصفات معينة، بصرف النظر عن إن أنا أكسب، ولذلك هو مدعم من الحكومة وكلنا عارفين كده. الطاقة أوفرها وإلا هيحصل إيه؟ الدنيا هتتقلب. فأنا بوفر ديا عشان الشعب يبقى راضي عن الحكومة بصرف النظر عن الربح. يبقى المشروع العام لا يهتم بالربح قدر اهتمامه بالأهداف الأخرى. المشاريع العامة بتهدف لتحقيق المصلحة العامة وتعظيمها، ولكن يجب أن يكون في ربح لضمان إيه؟ لضمان بقائها، وإلا المشروع خسران مش هتلاقيه بعد كده، مش هتعرف تصرف عليه. النوادي العامة، مراكز الشباب مش لاقيه صيانه فبتلاقيها خربانه. تمام كده؟ يبقى احنا دلوقتي عرفنا الاستثمار، عرفنا المشروع الاستثماري، خدنا فكره بشكل عام. ان شاء الله بعون الله وان كان لنا عمر هنتكلم بعد كده على الاحتياجات التمويليه بتاعه المنشاه الرياضيه. يعني هنتكلم عن التمويل الرياضي،
نشوفكم على خير ان شاء الله. سلام عليكم.